وإن عظمت عندي فعندك تسهل، فجودك يا ذا الكبرياء مؤمل، وحبلك للراجين بالخير يوصل. إخواني وأخواتي، إن الرهبة من الله سبحانه وتعالى هي الخوف منه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال بشر الحادي: تأمل وتدبر معي هذا الكلام النفيس. يقول: الخوف من الله ملك لا يسكن إلا في قلب متقي. الله أكبر. وقال بعضهم: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعذبه الله عليه. لذلك أحبتي، من تدبر القرآن واستقرأ آيات الرحمن ونظر فيها وجد أن الله ذكر الخوف في القرآن الكريم في 124 موضعا. فالخوف هو أمارة على قوة الإيمان بالله، ودلالة على قوة العبادة له سبحانه، ودلالة كذلك على وصول صاحبها إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله: ليعلم الله من يخافه بالغيب. لماذا؟ لأنه محيط بك، مطلع عليك يا عبد الله، سميع بصير، أحاط بكل شيء علما سبحانه. فكيف تعصيه وهو يراك؟ كيف تعصيه وهو يسمعك؟ لذلك أحبتي، قيل: كل واحد إذا خفته هربت منه إلا الله، فإذا خفته هربت إليه. فالخوف والرهبة والخشية هي أن تجعل العبد سالكا الطريق القويم المستقيم لا اعوجاج فيه. ذاك الطريق هو الذي يحول بينك وبين الوقوع في المعاصي وخصوصا الكبائر. فمتى يستشعر الواحد منا أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، متى نستشعر العقوبة التي تحول دون ارتكاب السيئات أو الخوض في المحرمات، وذلك برضا الله تعالى، وهي الغاية الأسمى للخائف من الله تعالى. فمثلا النظر إلى المحرمات أو سماع المحرمات. متى نستشعر قول الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. متى نستشعر قول الله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. متى نستشعر قول الله: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا. انظر يا عبد الله في القرآن كيف حكى الله قصة ولد آدم لما أراد أحدهم قتل أخيه. ماذا قال الآخر وهو خائف لله؟ ماذا قال؟ قال له كلمات الخوف من الله سبحانه وتعالى. اسمع وتأمل وتدبر ما حكاه الله عن ذلك. قال الله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. استشعار لعظمة الله وأن الله يراقبه. أخاف الله رب العالمين. فمتى نستشعر عظمة الله وأنه مطلع علينا وأن الله بصير بنا سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، ينبغي من هذه الليلة أن نفر إلى الله، نفر إليه فرار الخائف الوجل الدليل، حتى نعود إليه ويهدينا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يلحقنا بالنبي